رقم واحد، النرجسي ما بيتغيرش. يعني لما تلاقي ان جوزك النرجسي في جوازه الجديد او جوازه التاني يعني متغير، بيتصرف تصرفات انت شايفاها ده هو كده اتغير، ده هو كده بقى احلى، ده دي افضل من تصرفاته معاكي، وانه بقى شخصية لطيفة غير اللي كان معاكي، ده كله عبارة عن قناع لفترة مؤقتة بيستخدمه مع جوازه التانية او مع مراته التانية او مع مراته الجديدة يعني. والجناء والقناع ده برضه لحظة كده هتلاقيه هو استخدمه في الاول معاكي. رقم 2، طب بييجي في بالِك سؤال، هو راح يتجوّز ليه؟ بالرغم من إنِّك متحمّلة كل حاجة من مشاكل ومجهود علشانه وعلشان البيت والولاد، ده أنتِ حتى كمان حاولتِ ترضيه بكل الطرق ومش عارفة. طيب هو راح يتجوّز تاني ليه؟ علشان هو فقد الإمداد النرجسي اللي بيدوّر عليه عندِك، يعني فقد إحساسه بالأهمية والطاعة العمياء اللي هو عايزها منِّك وأنتِ مذلولة ومجروحة. أو من ضمن الأسباب إنِّك مثلًا اتسببتِ في جرح نرجسي ليه، أو من ضمن الأسباب برضه إن هو إحساسه بحلاوة البدايات والشغف اللي بتديه له الست الجديدة دي، علشان كده دخل في علاقة جديدة واتجوز تاني. رقم 3، طب هل هو متوقع رجوعه مرة تانية ليكِ؟ بُصّي، غالب الشخصيات النرجسية بترجع لجوازها الأول، أو على الأقل هو ما بيحبش يطلّق بسهولة، حتى لمّا بيدخل في جوازة تانية أو جوازة جديدة، وبالتالي ممكن يرجع إذا كان عنده فرصة تانية إنه يرجع. طب يرجع ليه برضه؟ علشان هو شايف إن في استفادة لسه هياخدها تاني من مراته الأولانية، وطبعًا هو فاهم دلوقتي نقط ضعفها، فعارف طرق الرجوع وإزاي يقدر يستخدم النقط دي علشان يرجع. طيب رقم 4، هل هو بيكرر أساليب الضغط النفسي والتلاعب النفسي على مراته الجديدة أو التانية يعني؟ آه طبعًا، هو بيستخدم التلاعب النفسي في أي علاقة أصلًا. يعني أي علاقة هو بيدخلها هو بيستخدم التلاعب النفسي فيها. مثلًا على سبيل المثال مع كلامه مع مراته الجديدة مثلًا، هتلاقيه بيدخّلها في مقارناته مع مراته الأولانية، وقد إيه هو اتسرّع لمّا بِعد عن مراته الأولانية وطلّقها، ودي واحدة من وسائل التلاعب على مراته الجديدة. رقم 5، بييجي في بالِك سؤال، طيب هل أنتِ وحشتيه؟ خلّيني أقول لِك واعرفي إن الشخصيات النرجسية ما بتحبش إلا نفسها، النرجسي ما بيحبش إلا نفسه، فلا أنتِ ولا مراته التانية ولا أي علاقة هيدخلها بواحدة ست مع واحدة ست هتوحشه.